نقول لك حاجه، لي ماروكان بصحتكم راكم تخموا على بلادكم وعلى مصالحكم، شيء عادي. اما احنا العرايا اللي راهم حاكميننا راهم يخموا بمنطق الزكاره ومنطق المصلحه الخاصه. واش تهضر واش تفهم ديال هالشاب بلال من بلادهم. يا ودي خليها على الله وصافي، الشاب عايش وصافي. الحمد لله نخدموا بلادنا والحمد لله البلاد في تطور مستمر وكل شيء. حنا ما كنهضروش بزاف، حنايا كنخليو الوقت تبين وكنخليو الحاجه تهضر على راسها. ذكي انت ذكي وذواق. زيد كمل. وراح نقول لكم حاجه والله العظيم، غير ما راح يديروا موقف كونتر فرنسا، ما راح يديروا حتى حاجه كونتر فرنسا، لان كل مصالحهم كل اموالهم كل اهاليهم راهي في فرنسا. هادو باعوا الموقف الجزائري بمصلحه خاصه، باعوا الموقف تاع بلاد بكماله بمصلحه خاصه. انت جامي انسان شفت نظام يحطم في بلاده بيده. اعمل نفسك ميت. الجزائر في الحضيض، عداءكم مع المغرب والله بهدلكم بين الشعوب والأمم، خلى الجزائر ما عندهاش حتى قيمة، خلى الجزائر كل الناس تبعد عليها هذا النظام. ما هي فائدة أزمتكم مع المغرب بربي؟ ترفقوا في التهم للمغاربة مساكن على أساس تجوسس. الله يرضي عليك، هادو راه ما فاهمين والو، هادو راه واخا تهضر معاهم بالبنغلاديشية واخا تهضر معاهم بواحد اللغة ديال الفينيقية راه ما غاديش يفهموا والو. شنو يعطى الله العقلية على قد الحال، 10 في عقل. والحكايات وتفرضوا في التأشيرات والدعايات هذه، هل بربكم هذه أعطت قيمة للدولة الجزائرية؟ هم هؤلاء يا جزائريين، هذه العصابة لا تهمها سمعة الدولة الجزائرية، تهمها مصالحهم فقط. هذه الحقيقة، لأنه لو تهمهم مصالح الدولة الجزائرية ما الذي جنيتموه من هذه الأزمة مع المغرب؟ ما الذي استفدتم منهم قريب نصف قرن وأنتم تدعمون هذه الشرذمة وهذه العصابة الفاسدة المسمى البوليزاريو؟ وش اللي جنيتوه؟ هيا ماذا حققتم؟ هل أعقتم المغرب؟ هو كان هدف هذه الجماعة وهذه الشرذمة أنه اخويا انور احنا ماشيين معاهم، حنايا بربي برك ما نقنطوا، احنا ماشيين معاهم حتى نحمقوهم وصافي. ومع تحياتي الخالصة للشعب الجزائري، الشعب اللي فاهم الحياة كيف غادية والشعب اللي يحب المغرب، ونحبكم تانا كاملين. حنا راه هنايا نهضروا على الكراغله اللي كيشوفوا في البلاد ديالهم كتدمر وكيدمروها نظام الكبرانات وساكتين وتابعين في التخربيق ديالهم. وما كامل هذا الشيء كامل باش كيسكتوكم، هذا الشيء كامل باش كيسكتوكم، باش ما تهضروش على حقكم. كلمه جوج، الصحراء الغربيه. يا رب العالمين واش درتوا، واش داروا لكم في البلاد، واش داروا في البلاد. والله الا راه عندي اصدقاء جزائريين والله الا يحكيوا لي شي حكايات والله ما راني حاب نشاركها هنايا. احتراما لهم. زيد كمل اخي انور زيد. ضرب المغرب، ما حقق المغرب بسبب هذا الموضوع وهذه المشكلة التي أردتموها خنجرا في خاصرة المغرب، فتحولت إلى خناجر في مقدمتكم ومؤخرتكم أيضا. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. هي الحقيقة للأسف الشديد. لذلك أنا في تقديري أن هذه الزيارة زيارة كبيرة وستترتب عليها أمور أخرى. هذه دولة اسمها فرنسا، من الخمس الكبار، دولة عندها حق الفيتو في مجلس الأمن. الأمر نفسه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اللي راهم عايشين الرعب خوفا من عودة ترامب. انت قول السؤال تاني. لأنه اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء اللي أصبحت قضية منتهية، لن يستطيع أي رئيس يأتي للإدارة الأمريكية مستقبلا تغييره، لأنه موقف دولة وليس موقف إدارة عابرة ورئيس ينتخب ثم يغادر. مش كما الجزائر الرئيس اللي يجي ولا الجنرال اللي يجي يبدل الدستور يدير واش يحب. أمريكا هذه دولة مؤسسات، دولة راهي ماش تلعب، أصبحت أقوى دولة في العالم، خصومها كل والله تلعب باقتصادهم لو تضغط على زر واحد. حتى الأدوار تاع الخصومات ضد أمريكا بضوء أخضر من أمريكا، سواء بالنسبة للروس ولا للصين ولا لأي دولة أخرى. مش لعب الكلام هذا الذي نقوله.
في أصوات سوريين تحت هذا العلم مكتوم. في بلد المليون شهيد، في بلد الجزائر 500 صوت سوري تم اعتقاله من 8 أشهر لليوم، ما تم الكشف عن مصيرهم. اللي تم الكشف عن مصيره تم حكمه بال5 سنوات. سوء حظنا كسوريين وفشل الدولة السورية بالهجرة والجوازات اضطر العالم انهم يهربوا من الموت ومن القصف والاعتقال بطريقة غير شرعية او تهريب. هل اصبح الهروب من الموت او سلامة الاطفال والنساء ودخول لبلادكم بطريقة غير شرعية هو جريمة؟ ال500 شخص اللي داخل سجون الجزائر اجونا كعدد موثق بالاسم بهالمعلومات وبهالصفحات اللي وصلتني مع مناشدات من ذوي المعتقلين اللي غرقانين ومتعلقين بقشة حتى يوصلوا لأطفالهم ونسائهم وشبابهم المعتقلين. والكارثة إنه مو بس تم الاعتقال، الكارثة إنه تم ترحيل سوريين أشخاص منهم أطفال وشباب وبنات على صحراء النيجر، وأنتم بتعرفوا شو هو صحراء النيجر غير اللي تم اعتقالهم داخل دولة الجزائر ومن داخل شمال غرب سوريا. من ناشدكم حتى تكونوا صوت هذول السوريين. اخي واش تفهم، هذا راه ولات كوريا الشماليه ديال افريقيا، ما بقات سميتها الجزائر. مع احترامي للجزائريين، إذا قامت الثورة الجزائرية 1950 وكان تعداد السكان بالجزائر 8 مليون، هل يعقل أن الفرنسيين قتلوا يعني هذه هولوكوست؟ صراحة 1.5 مليون شهيد، هذا مو منطقي. أنا من خلال بحثي البسيط بالموضوع هذا 156 شخص اللي قتلوا. من قتل 156 شخص بسجن وهران وسجن قسنطينة وسجن الجزائر العاصمة. وبعدين ترى بال50 العالم منظم في متحدة ومحاكم دولية وأمريكا موجودة ومتسيدة وذاب الدور الفرنسي، أشياء كثيرة.